ليلى بنت الحاج محمود كانت بتلعب في الشارع وفجأة رجعت البيت سخنة نار. أمها الحاجة زينب قاست لها الحرارة لقيتها عالية جدا، خافت عليها جدا علشان أصلا ليلى صغيرة في السن. حاولت تعمل كمادات مية ساقعة بس الحرارة كانت لسه عالية. الحاج محمود قال لازم نروح الصيدلية بسرعة، الصيدلي هيعرفنا نعمل ايه. راحوا الصيدلية والصيدلي أول لما شاف ليلى طمنهم وقال لهم ما تقلقوش، السخونية دي عرض مش مرض، وممكن تكون بسبب دور برد أو التهاب بسيط. ادالهم دواء خافض حرارة مناسب لسن ليلى، ونصحه قال له لازم تديها الدواء بانتظام وتعملوا لها كمادات مية فترة على قورتها وتحت بطها وبين فخدها، وخليها تشرب سوائل كتير علشان جسمها ما يحصلوش جفاف. وكمان نبههم لنقطة مهمة جدا، ان لو درجة الحرارة بتاعت جسمها فضلت موجودة لأكتر من يومين لازم تزوروا طبيب فورا، وخصوصا لو ظهرت عليها أعراض زي التشنجات. الحاج محمود والحاجة زينب عملوا اللي الصيدلي قال عليه بالظبط، وليلى حرارتها بدأت تنزل تدريجيا، وفي خلال كام ساعة ليلى كانت أحسن بكتير. ومن اليوم ده عرفوا إن الصيدلي أول حد يلجأوا ليه في حالات السخونية. المفاجأة